لا تغيب عن الوجوه الطيبة. عاش فتاح، رجل بسيط، كل ثروته في الدنيا 4 خرفان، وقلب معلق بشفاء ابنه سيد الذي أهلكه المرض. ساق فتاح خرافة إلى السوق والهم يسبقه، فثمن هذه الخراف هو الأمل الوحيد لإجراء عملية جراحية تنقذ ابنه. في زاوية أخرى من السوق كان عامر يسير بكسرة خاطر، يقلب في يده جنيهات قليلة لا تشتري رغيفا شبعا، لكنه كان يحلم بفدية للعيد تدخل السرور على أهل بيته. كلما سأل تاجرا عن سعر خروف كان الرد يأتيه بلهجة قاسية: يا عامر، أنت لا تملك ثمن جلودها، اذهب لحالك. وقف عامر أمام خراف فتاح، ونظر إليهما فتاح بنظرة ابن أصول. رأى في عيني عامر حاجة لا يشعر بها إلا من ذاق مرارة العجز. سأله عامر بخجل: يا عم فتاح، معي مبلغ بسيط، هل يشتري لي خروفا؟ لم يتردد فتاح ثانية واحدة رغم حاجته الماسة لكل قرش من أجل ابنه، وقال بابتسامة: خذ أحسن خروف يا عامر، وهذا المبلغ يكفي ويزيد، الفدية لله والرزق على الله. عاد عامر لبيته كأنما ملك الدنيا، يقص لزوجته كيف سخر الله له هذا الرجل الكريم. وفي تلك الليلة حدث ما لا يدركه عقل بشر. ذهب فتاح مع ابنه للطبيب لاستلام نتائج التحاليل النهائية قبل الجراحة، فكانت المفاجأة التي أذهلت الجميع. وقف الطبيب مذهولا يقول: يا فتاح، ابنك ليس بحاجة لعملية، المرض اختفى، وكأن يدا غيبية مسحت عليه فطهرته. الحكمة من القصة: صنائع المعروف هي التي تمنع مصارع السوء. لقد باع فتاح خروفه بنصف الثمن، لكنه اشترى بالباقي لطف الله. فحين تضيق بك السبل وتظن أنك الأفقر، تذكر أن العطاء في وقت الحاجة هو التجارة التي لا تبور أبدا. فتاح داوى جرح غيره، فداوى الله له قلبه في أغلى ما يملك. الجزاء دائما من جنس العمل، ومن جبر خواطر الناس جبر الله خاطره.